السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا مشاهدينا يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. لايك كده قبل ما نبدأ الفيديو، حطوا لايك كده للفيديو. لا، قبل بقى ما تحطوا اللايك ما تنسوش تصلوا على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. انا جيت لكم بقى ايه النهارده، مش عارفه ابدأ منين ولا منين ولا هنعمل ايه. هو التصوير جه كده ايه. انا في اغلب اوقاتي ما ببقاش يعني عامله حسابي ان انا هصور، او ما ببقاش عامله مرتبه نفسي ان انا هعمل روتين او هصور معاكم حاجه. هي ايه بتيجي في ظروفها كده. فيلا بقى نبدا الفيديو بتاعنا الجميل النهارده. بعد ما صلينا على سيدنا محمد، حط لي بقى لايك جميل للفيديو، واللي ما اشتركش معايا في القناه يشترك في القناه، اضغط على كلمه اشتراك اللي تحت الفيديو، واللي يقدر بقى يشير يشير. يعني انتوا كل واحد وذوقه بقى. النهارده بقى هنعمل ايه؟ هو مش روتين قوي ولا حاجة. هي هنروق بس ايه ترويقاتنا كده اللي هي اليومية يعني. وبعدين طبعا هنخلص ترويقنا وندخل على المطبخ. الاول هنا بقى ايه، قلت نروق الصالة. طبعا ده الروتين بتاع كل يوم، نصحى الصبح نفطر، اروق الاوض بتاعت الولاد والف لفة في الشقة يعني. آم، الصالة بقى حاجة مش في مكانها، اعدلها، مخدات الفرشة اعدلها. انت عارفين الفرشة ديت لو حد لمسها كده بتقوم نازلة على الأرضية، لأنها يعني القماشة بتاعتها ايه، مش طرية مش طرية اللي هي ايه تلبد على على الركنة. المهم ما علينا، نظبط الليانات بتاعتنا دي ولا اللي اسمها ايه مش عارفة. ونرص المخدات بتاعتنا، يعني ايه الترويقة اللي هي اليومية بتاعتنا، يعني نظبط الركنة. اكنس السجادة، اللي انا اصلا ولا راضية عن الركنة ولا راضية عن السجادة. نفسي اغير، بص امنية حياتي ان انا اغير الصالة دي والله، ان انا اجدد في الركنة واجدد في السجاد. انا مش عارفة اصلا ازاي جبت السجادة دي، ازاي مش عارفة ازاي ان انا اجيب. يعني الوردة بتاعتها منقوشة نقشة جامدة، يعني الوردة كبيرة والركنة منقوش. المفروض يبقى حاجة سادة وحاجة منقوش، بس مش عارفة في ايه يعني. وحتى الركنة فيها حوالي يجي 4 ألوان في بعض. حاسة إن مش لايقين على بعض أصلا، ومش لايقة على السجادة. هي الألوان زي بعض، البيج في بني في كافيه، كل الألوان زي بعضها، إنما الرسومات عارفين بقى الركنة مشجرة والسجادة مشجرة، فعاملين دوشة كده، حاسة إن في شوشرة كده في الشقة. فحاولت الى حد ما ان انا اكسر يعني لون الركنه ده شويه، فحطيت له اللي هي الفرشه اللي عليها دي، اللي هي الليانه اللي عليه دي. المهم بقى ما علينا، ان شاء الله يعني ربنا يكرمنا ونجد. آه المهم بقى ايه، عدنا فرشتنا والركنه. طبعا نبدا بالركنه. فتحت الشباك الصاله كده كويس، الشمس تدخل كده ايه تحمص كده وتعقم الصاله. هنا بقى اللي دخلت على ترابيزة الشاشة، شلت الحاجات اللي عليها، الانتيكات والمفرش اللي عليها. المفرش ده انا كنت عاملاه معاكم، يا رب بس افتكر احط لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. نلمع بقى اكتر حاجة بكرهها في الشقة وحياة ربنا الترابيزة دي، علشان ازاز ولونها اسود، عايزة كل يوم تتمسح، كل يوم تتمسح. لو فات عليها يوم، لو جيت مسحتها فوتت يوم ومسحتها اليوم اللي بعده، بتبقى كأنها كانت مهجورة، بتلم تراب بطريقة غريبة غريبة. انا مش عارفة ايه البتاعة دي. والله بصراحة اختراع فاشل، اختراع الترابيزة دي. هي حلوة بس في حاجة، ان الواحد بيشيل الشاشة على بعضها بالترابيزة، يحطها من هنا لهنا، انما كاستعمال مش حلو. لو منها ابيض يعني كان ممكن يبقى شكلها ظريف شوية، او اللي هو اللي طالع جديد اللي هي المكتبات بتاعة التلفزيون دي او بتاعة الشاشات، بتبقى جميلة عن الاختراع اللي مش عاجبني ده. هي كمان لونها اسود، فبيبان عليها اي حاجة غامقة بيبان عليها التراب. المهم بقى ايه نمسحها. كنت عايزة اروح اجيب الملمع بتاع الازازة لمعها، بس قلت مش مستاهلة، يعني ايه اكتفيت بان انا امسحها كده بالفوطة اللي معايا. نظبط المفرش الحلو اللي احنا عاملينه ده، حط الزهرية الجميلة بتاعتي دي انا لسه جايباها. آه يعني نحاول نروقها الى حد ما يعني. ندخل بقى هنا على البار. اكتر حاجتين بصراحة يعني هم بيتعبولي في الشقة او في الصالة، عايزين اعتناء يعني كل يوم، البار وترابيزة الشاشة. خاصة ترابيزة الشاشة، يعني البار عليه استحمال شوية، ممكن يقعد يومين عادي ما مسحوش، انما الترابيزة عايزة كل يوم. فوتت يوم بتبقى مصيبة يعني.
خلصنا بقى الترابيزة، ندخل بقى على البار. يعني ايه، مسحت حتة كده، لميت الانتيكات فيه على ما امسح بقية البار. انا كنت برضو عايزة ان انا ايه، اطنش الملمع هنا، وكنت اكتفي بالمسحان بالفوطة. انا بعد ما مسحته كده يعني هروح اجيب الملمع بتاع الازاز والملمع ده برضو احنا عاملينه مع بعض، بس يا رب برضو افتكر احط لكم الفيديو بتاعه في صندوق الوصف. بوينت كده وانتوا بتتفرجوا على الفيديو، خشوا كده خدوا تقليب عندي في القناة، هتلاقي فيه وصفات وحاجات كده، خلطات احنا عاملينها مع بعض. بتبقى حاجات ما تبقاش مكلفة علينا ان احنا نشتريها من بره، نقدر ان احنا نعملها في البيت بحاجات موجودة معانا يعني عندنا في البيت، ولا هنشتري ولا هنلف. الملمع ده انا عاملاه تقريبا بقاله سنة او اكتر من سنة. شايفين البخاخة لسه فيها يعني اقل من نصها، ما شاء الله يعني. ده طبعا لو هشتريه من بره معرفش هيبقى سعره كام ملمع الازاز. عملته بمكونات سهلة، فلو ما حطيتش، لو نسيت احط اللينك بتاع الفيديو بتاع الملمع في صندوق الوصف، ادخلوا عندي على القناة، خدوا لفة كده في القناة، خدوا جولة كده. المهم بقى نلمع المراية بتاعتنا، والمراية الازاز اللي هي اللي بتحط عليها الانتيكات دي برضو نلمعها. طبعا هنا انا معايا الملمع وبمسح بجرنان، معايا ورقتين من الجرنان. واحدة بقى امسح بيها على طول بالملمع. طبعا ده احنا ما بنكتفيش بالمسحه دي، وواحد اللي هو الناشف ده بلمع بيه بقى التلميعه اللي هي النهائيه. يعني انا بعمله بحاجتين، يا اما بقماشه قطن امسح بيها الملمع وبعدين المع اخر حاجه بالجرنان، يا اما بيبقى معايا ورقتين جرنان امسح بواحده والمع بالتانية. هي اصلا المرايه كانت نظيفه، بس قلت يعني سريع سريع كده برضو كل فتره بحب ان انا المعه يعني. المهم بقى خلصنا نرص المفارش بتاعتنا تاني ونرص الانتيكات بتاعتنا تاني. أه وبس كده. والله بحاول لحد ما ان انا اروق الترابيزه وبتاعه الشاشه والبار من الانتيكات، يعني احط حاجات هاديه كده. أه بس انا كنت الانتيكات اللي على البار دي اصلا كنت عيناها في الصيف وطلعتها لما فرشت السجاد. والله يا جماعه كان بودي ان انا اعمل لكم الروتين اللي هو العميقه دي بتاعه بقى استعداد لفصل الشتاء، بس ما كانش عندي ستاند. وجربت ان انا الشتاء اللي فات اعمل روتين وصورت من غير ستاند، وطلع عيني، فضلت يوم كامل. يعني الشقة على بعضها ما تاخدش مني ساعة. فضلت يوم كامل ان انا بعمل لكم روتين في الصالة. ومش فاكرة كانت اوضة تاني كده. المهم يعني قلت روتين بتاع دخلة الشتاء بقى ونفرش السجاد مع بعض. وجيت اعمل مونتاج للفيديو، ما لقيتش الفيديو ليه اثر على التليفون، مش عارفة ازاي، مع ان كان اكتر من 20 مقطع فيديو للروتين ده. جيت ان انا بالليل كده اعمله مونتاج، ما لقيتش ولا مقطع. هقول طب مثلا ببقى ساعات اضغط على تصوير الاقيه ما يصورش، بس بيبقى مقطع حاجة زي كده يعني. انما مش ال20 مقطع الاقيهم اتمسحوا. انا بص ده خلاني قفلت قفله سودا من جهه الروتينات، قلت والله ما انتم مصوره روتين تاني غير لما اجيب ستاند. وبصراحه كنت ركنت موضوع القناه ده شويه. آم، بس قلت احنا نرمي حمولنا على ربنا كده، ونستعين بالله ونتوكل على ربنا، ونبدا يعني شغل بجد، يعني اجيب ستاند نعمل روتينات، طبخات، يعني اللي اقدر اعمله وهعمله. فطبعا انا عملت الروتين اللي هو القوي بقى، كان فرشت السجاد وكنسنا ورا الركنة وتحت الشلت وغسلنا اليانات بتاعة الركنة. طلعت الانتيكات اللي كنت عيناها اللي هي على البار دي، كنت عيناها اصلا وحاطه اللي على الشاشة على البار. والشاشة كان عليها حاجات رقيقة كده، انتوا عارفين بقى الصيف بيبقى عايز حاجات رقيقة كده، انما الشتا بيبقى دفا ونطلع بقى سجادنا وحاجاتنا وكده. المهم بقى ما علينا، خلصنا بقى تلميعاتنا، هندخل بقى على السجاد. جبت هنا معايا المقشه دي كانت بتاعه السجاد، يعني انا كسلت ان انا اجيب المكنسه. بصراحه انا بستسهل المقشه دي عن المكنسه. المكنسه ببقى اطلعها لما اكون هنفض بيها البرقع بتاع الستاير. اقول بالمره اعمل الشيلات، مع ان الشيلات برضو بستسهلها بفرشه، مش بالمكنسه. يعني المكنسه قليل خالص لما بطلعها. فطبعا جبت الفرشه دي كانت عصايتها مكسوره، حطيت حطيت عصايه المقشه فيها. آه، وبعدين شايفين هي بتبقى تقيلة في الكنيس لأنها خشنة مش ناعمة زي اللي أنا بركبها دي، بتبقى خشنة شوية. فعارفين بقى الواحد بيسايس فيها كده مع السجاد لأنها بتجيب من الآخر. فلو في فتلة أو حاجة برجع أعيد على الحاجة كذا مرة كده بس بصراحة يعني المقشة دي بتنجز معايا كتير جدا.
هنا بقى ايه نروقنا. انا مش هشيل سجاد ولا حاجه لان انا اصلا منضفه قبل، يعني منضفه من حوالي يومين او حاجه، شايله السجاده وكده. فايه اكتفيت ان انا اكنس، واللي هو الروتين اليومي يا جماعه، احنا مش كل يوم هنفضل نهد في حيلنا ونشيل الركنه ونشيل الفرشه ونشيل السجاد. اللي هو الروتين اليومي بتاعنا كل يوم. والله يا جماعه لو فوتت يوم ما كنستش الصاله دي بتبقى اعوذ بالله اعوذ بالله. يعني انا ممكن اصلا كنستها قدامك اهو، ممكن كمان 10 دقايق. شايفين ملك؟ شايفين ملك اللي مغلبني ومطلع عيني؟ ربنا يهديه. ربنا يهديك يا ابني. مخلي الشقة اللي فوق تحت واللي تحت فوق والشمال يمين ويلا الحمد لله على كل حاجة. يعني انا كنت الاول باجي عين الحاجة، ببقى عيناها في مكان مثلا معين، اي حاجة ابقى عارفة مثلا انا عيناها فين وفاكرة، وما عاوز اجيبها بروح الاقيها في نفس المكان، ما بتتحركش من المكان. اقول يا جماعة امال الناس اللي بيقولوا بنحط الحاجة ما بنلاقيهاش؟ ما احنا لو بنحط الحاجة كده ايه اللي هيغير مكانها؟ يعني من يعني انا بستعجب، مثلا كنت بستعجب لما حد يقول لي ده انا مش فاكر كنت حاطط معرفش ايه فين. لا انا بقى ايه، كنت ببقى عارفه انا حاطه ايه فين وازاي وامتى وهلف لفتي بعد يوم اتنين اكتر اقل هلاقي الحاجه انا عيناها زي ما انا عيناها. لغايه ما جه مالك ابني. وبص وحياة ربنا بقى مجنني، بتبقى الحاجة في ايدي بدور عليها، ببقى عاينة الحاجة مش فاكرة انا عيناها فين، وببقى فاكرة حتى لو انا فاكرة انا عيناها فين ما بلاقيهاش اصلا مكانها. اقعد اقول يا رب هو انا عينتها فين؟ طبعا من الاستاذ بقى ده عباسة بقى وقلبان، مخلي فيا دماغ لدرجة ان انا وحياة ربنا ببقى اغير الباسورد بتاع التليفون منهم من الولاد، وحياة ربنا مسافة ما بغيره ببقى ناسية. يقول انا غيرت الرقم، طب انا كنت عاملاه كام؟ واقعد بقى افتكر في الرقم الجديد. اقول والله انا عذرت اي حد يقول انا نسيت اي حاجة. الحاجة بتبقى في ايدي بدور عليها، ببقى عين الحاجة ما بلاقيهاش. يا ريتني ما بلاقيهاش، ده ما اعرفش انا اللي عيناها فين ولا هي اصلا انا فاكرة انا عيناها فين والعيال ضيعوها. الا فين وفين بقى اكون بدور على حاجة تانية الاقي الحاجة الاولانية ايه اللي انا مش عارفة هي فين الاقيها. الحمد لله يعني ما عادش فيها دماغ اصلا منك يا مالك. ادعوا له يا جماعة ربنا يهديه. هنا بقى ايه خلصنا بقى صلاتنا. إيه طبعا انا كنت مروقة الأوضة بتاعت الولاد ومروقين الدنيا وكده. إيه دخلنا على الصالة، ده اللي انا صورتها معاكم، ما كنت صورت الأوضة لان انا كنت عدلتها قبل ما ايه ما افكر ان انا اصور اصلا. إيه دخلنا بقى على المطبخ. هنعمل ايه بقى؟ هنعمل سمك. هنعمل النهاردة سمك مشوي النهاردة. السبت احنا عندنا هنا في بلدنا بيبقى السمك سبت وتلات، او تلات وسبت. يعني المهم التلات ده بيبقى اجباري اللي هو يوم السوق اصلا. وانا صورت معاكم الروتين بتاع الفيديو اللي فات، تدخلوا بقى تتفرجوا عليه، روتين يوم السوق بتاعنا. وتاني يوم بقى يعني احنا بناكل، نعمل سمك سبت وبيبقى فيه سمك سبت ايه، السمك بيبقى التلات وبنبقى ساعات نجيب السبت يعني. المهم بقى السمك ده هنشويه، هو سمك شبار او بلطي يعني، هو صغير شوية فهنشويه. شفتوا بقى الحلة اللي وقعت اللي وقعت مرة واحدة دي. انا ببقى يعني قبل ما ابدأ طبيخ، يعني دي المواعين دي بتاعت اليوم اللي قبله، فالمفروض ان انا ايه بغسل المواعين وباجي تاني يوم كده عما تتصفى. يعني وانا داخله بقى اجهز غدا تاني يوم او داخله المطبخ تاني يوم او يوميها بالليل لما المواعين دي بتتصفى باخدها ايه اعين كل حله بقى في ضرفتها، الطبق في مطبقيته، المعالق كده، يعني بروق الدنيا. فانا بقى ايه طنشت ان انا يعني ارصهم في مكانهم، قلت ايه عم انضف بس السمك ولا كده، قامت الحله بقى ايه جايه مرزوعه على الارض على الرخام. طب انتي محطوطه من ساعتها يعني وحد جه جنبك؟ المهم بقى ايه هنضف السمك اللي معايا انا، بس بنضف بطنه بفتحه فتحه صغيره كده بالمقص، انزل البطن بتاعه السمكه. بس طبعا لو في بطروخ او في حاجه بردها في بطن السمكة تاني. حرام يا جماعة، إلا البطروخ أنا ممكن أضحي بالسمكة وما أضحيش بالبطروخ بتاعها، بيبقى طعمه بحبه قوي يعني. المهم بقى ايه هنضف كمية السمك اللي معايا. أنا معايا هنا طبق اللي في الحوض حطيت فيه مية، يعني اللي انضفه ايه بحطه في الطبق عشان هغسله. المهم بقى الحلة دي مريحتش نفسها وقامت طق وقع تاني على الرخام. قلت يعني هو انا موريش الا انت ولا ايه؟ تعالي يا ستي. خدتها كده حطيتها في جنب، قلت برضو والله ما انا عيناكي مكانك لما اخلص اللي انا بعمله. تقريبا اصلا الحله دي انا طبخت فيها الرز او كنت هطبخ فيها الرز. شايفين هنا بقى ايه بعد ما خلصت تنظيف السمك انا مسكت السمك سمكه سمكه كده. طبعا كنت فاتحاه فتحه صغيره،
بمد صباعي كده ان انا ايه امسح بطن السمكة من جوه، لو في لسه حاجة او كده اطلعها، واشطف السمكة كده برضو ايه يعني امسحها بايدي كده من بره. مسكتهم سمكة سمكة. خلاص كده خلصنا. احط برضو دور تاني وهشطفه شطفة كمان، وبعدين هسيبه بقى ايه في المية بتاعته، واحط عليه شوية خل وليمون وبس كده. نجهز بقى التمليحة بتاعة السمك او التحديقة. احنا عندنا يعني بنقول عليها التمليحة. طلعت هنا طماطم، وكان نص قرن شطة، وقرن ونص تقريبا فلفل، وليمون، وتوم. وهطلع بس ايه، كان عندي ما كانش عندي اللي هي الخضرة بتاعة المحشي، الشبت والكزبرة دي ما كانتش عندي خضرة يعني، كانت عندي يعني متفرزة في الفريزر. فالمهم هنحط المكونات دي في الخلاط. طبعا انا غاسله كل حاجه، نحطهم بقى في الخلاط، نحط عليهم الملح بتاعهم، ولو في شويه كمون ببقى ايه يعني اضيف لها شويه كمون، شويه كزبره مطحونين كده يعني. انا هنا بقى اطلع بس الشبت والكزبره من التلاجة. شايفين هم يعني جامدين لان أنا مطلعاهم من الفريزر. خبطت الكيس كده كام خبطه على على الرخام عشان يتفكك معايا، عارف ان انا اخد منه. بيدي طعم حلو قوي للتمليحه يعني بتاعه السمك. خلاص كده بقى فرمناهم، هحطهم في طبق وهحط نبقى ايه ندوقها كده ان كان حدقها تمام. خلاص ما عايزه شويه ملح نضيف لها شويه ملح. وهنا بقى حطيت لها شويه زيت. الزيت ده طبعا بيبقى يسهل ان القشره بتاعه السمك واحنا بننضفها كده ساعه الاكل ان هي ايه ما تبقاش لازقه على السمك. خطوه الزيت دي يعني بتبقى مهمه. هنا بقى انا دلقت الطبق كده على بعضه في الحوض، وهجيب السمك كده ملحوظ سمكة سمكة واضغط على بطنه كده لان بيبقى فيها مية، عشان لما اجي احط الردة ما تعجنش. اطلعه كده. شايفين معايا سمكة سمكة، كل سمكية امسكها اعصر بطنها. وبعد ما اخلص بقى ايه هغسل الحوض طبعا من الزفارة بتاعة السمك، ولو كان في حاجة بقى ايه نشطبها، وعشان نجهز الرز. نيجي هنا بقى ايه للرز. انا كنت طبعا غسلاه، غسلنا مع بعض الرز 50 مرة قبل كده. هظبط القعد بتاعه والملح بتاعه، ومش هولع عليه، هنزل تحت اشوي السمك الاول وبعدين بطلع اولع عليه كده ايه ناكله سخن. وانا عشان معايا وقت فمش هولع عليه دلوقتي، انما طبعا لو انا مستعجله كنت هولع عليه وهدي وانزل اشوي السمك. بس قلت ايه لا انا هسيبه كده عشان ايه احب ناكل الرز سخن يعني، على مشوي السمك واطلع هيكون برد. وهنا بقى نزلت تحت عند الفرن. هنا بقى نشويه الفرن الغاز. نولع بقى الفرن، نفتح الانبوبه بقى نولع كده. انا ولعت الشعله اللي فوق الاول، وهولع النار بتاعه الفرن من تحت. يعني ايه هسد الفرن كده، انا كنسته الاول وهسده لغايه ما يحمى. هنا معايا التلات اللي هما بتوع دول اللي هبقى املح عليهم، التلاتة اللي هما الورق دول، 3 ألواح الورق دول. هولع عليهم، هملح عليهم قصدي. فهنا طبعا لما الفرن حمي انا بختبره الاول كده، برش شويه رده عشان اتاكد ان الصاجه بتاعه الفرن حميت ولا لا. عارفين بقى لما انا سديت الفرن الشعله اللي فوق انطفت، كأن ان مفيش تهويه فقامت مطفيه. المهم يعني هرجع اولعها طبعا. ايه هنا بقى قلبت الرده، حطيت الرده على السمك. هنا كان معايا السمك بتاعه والسمك حماتي. الفرن طبعا اهم حاجه لازم يحمى الاول علشان السمكه ما تلزقش. ما نولعش الفرن وندخل السمكه على طول والصاجه بارده، لازم تكون يعني الصاجه حاميه جدا. هنا بقى ايه طبعا يعني شويه السمك سهله، واللي مش عارف انا رصيته على المطرحه وبعدين دخلته الفرن كده زي ما انتم شايفين، على ما النار حميت يعني او مع ما الفرن حمي. وهقلبهم كده واحده واحده اللي الاقيها احمرت بقلبها على الجهه التانية، وتحمر من على الجهه التانية ونطلعه بس كده. طبعا يا جماعه يبقى عيب عليكم قوي قوي يعني ان كنتوا وصلتوا معايا لغايه هنا وما اشتركتوش معايا في القناه، ده تبقى عيبه في حقكم يعني. جماعه يعني او اللي جرى الفيديو ما سمعش وانا بقول في البدايه كده اشتركوا معايا في القناه. يعني احنا لسه فيها وما اشتركتوش كده، او الكلام خدكم او الفيديو خدكم وما اشتركتوش. اللي ما اشتركش يضغط على تحت الفيديو على كلمة اشتراك اللي باللون الأحمر، ويفعل زر الجرس اللي جنبها علشان لما انزل فيديو يجيلكوا إشعار بيه. وياريت تعملولي شير للفيديو، ومتنسوش طبعا اللايك الجميل بتاعنا.
هنا بقى ايه، خلاص السمك بتاعنا كان بقى 100 في سمكة كده حسيت ان هي بيضة شوية فدخلتها. هنطلع بقى السمك بتاعنا علشان نملحه وندخل بقى ايه السمك التاني. يعني شايفين انا معايا حلتين سمك يعني. هنا بقى ايه، هرص السمك اللي معايا على المطرحة، ونضفت الصاجة كده مكان الشواية اللي هي الاولانية علشان ادخل الدور التاني. طبعا الصاجة كانت اتبهدلت شوية من المكان السمك الاولاني. المهم برضو هحطه اللي تحمر. طبعا الفرن كان حامي بما فيه الكفاية، فده يعني اتشوى معايا على طول. املح بقى ايه السمك الاولاني على ما التاني يتشوي هو كمان. احط معايا على الالواح اللي معايا ديت، هي ورق بتاعه القماش، بتاعه الاتياب بتاعه القماش. فجبتها كده عشان املح عليها. طبعا ورق انا عايزه حاجه املح عليها، هو المفروض بقى قش ورق كرتون، يعني حاجه ايه تمتص الميه كده. ما نحطش طبعا على مناديل عشان هتعجن معانا. ما ينفعش طبعا نحطه على الارض على طول او على حاجه صلبه، على رخام، على بلاط، ما ينفعش. لازم تبقى ايه حاجه كده تتشرب الميه بتاعه التمليح. والانبوبه حسيت ان هي هديت كده او يمكن عشان الجو ساقعه فالغاز مجمد فيها. بقيت يعني اخلي بالي من السمك، النار تهدى اهز الانبوبه بس. يعني بهزها وانا مكاني كده، بمد ايدي بالطرف كده امسك الانبوبه واهزها. خلاص بقى ايه كده، خلصنا السمك اللي معانا، هنملحه برضو. وخلاص بقى كده زي ما انتم شايفين خلصنا شوية سمك اهو. خلصنا كده شوية، هسيب بس السمك لغاية ما يبرد. ومعايا الاطباق اللي فيها هنضفها كويس. طبعا يا جماعة صوت مالك انتوا اتعودتوا عليه، يعني انتوا اتعودتوا على مالك. انا بقى زي ما قلت لكم يا جماعة، يعني انا بقيت الله العظيم انا بقيت بعمل المونتاج على مش عارفة على كام يوم مش عارفة اعمل ايه والله. من ساعة ما بتيجي حاجة تفصلني كده بقوم قافلة وقايمة وعمالة الف لفتي وارجع تاني. بس يلا يعني قلت ايه، لا والله ما انا ماسحة حاجة ولا انا حاسفة حاجة، بحاله كده ايه بكواليسه باحداثه بكل. المهم زي ما قلت لكم نضفت الاطباق من الردة، وحطيت ورق كده برضو علشان مهما كان ان احنا مصفيين السمك من التمليحة هينزل برضو مية او السمك لسه طري. انا سبته لغاية ما برد، بس برضو لازم ان احنا نحط ورقة كده في الاطباق. بس كده ناخد بقى السمك وجري جري جري كده ايه نشوف الرز بتاعنا ونشوف الليلة بتاعتنا، لان كنا خلاص العصر و... ووقت الغدا جه. طلعت بقى فوق، شايفين كان معايا طبق كده من بداية الفيديو كان فيه بطاطساية، كانت نص بطاطساية كده كانت متبقية. قلت بقى ايه اسيبها اعمل عليها بطاطساية كمان على الغدا، هقشرها واقليها وبس كده. وهنجهز بقى السلطة بتاعتنا. شايفين سريع سريع كده كانت نية طلعت مقلية طلعت بقى الطبق الجميل بتاع السمك ده. تقريبا ده تاني مرة ان انا طلعت الطقم ده. قلت يعني انا هفضل عينك ليه، نطلع حاجتنا كده ايه نفرح بيها، بدل ما الحاجة بتيجي والمطبخ بيجي والنيش وكلها حاجات بصراحة والله العظيم ما لها ايه 30 لازمة. قلت حرام يعني نفضل مبروزين الحاجة في النيش ليه، يعني حرام. امال الحاجة جاية ليه؟ جاية عشان نبروزها. احنا نستعمل الحاجة كده ايه وندوب. اصلا في النهاية الواحد الانسان هو اللي بيدوب والحاجة ما بتدوبش، فاحنا نستعمل حاجتنا كده ايه ونسيبها على الله انه اي نحافظ ما نبهدلش. يعني الحاجة ما تبقى على قد استعمال ونكون حريصين على قد استعمالنا ماشي، انما هنبهدل ونكسر وندغدغ لا، يبقى ايه الحاجة تفضل في النيش احسن. انا طالما الحاجة على قد استعمال ايدي فبحافظ عليها. فيعني مش معنى كده يا جماعة ان انتوا ايه، يعني طلعوا الحاجة افرحوا بيها، طلعوا الحاجة استخدموها افرحوا بيها. إيه كل يوم طلعوا طقم إيه اغسلوه واعتنوا بيه كده ورجعوه تاني مكانه، ما تبهدلوش. وفي نفس الوقت ما تركنوش الحاجة لان حرام، يعني الحاجة مش جاب بألوفات مؤلفة والحاجة بقت غالية وكلها يعني جاب. طبعا ربنا يعين كل واحد على حاله ويعين كل أب وكل أم. هو بس كده مش هطول عليكم، لا هو مش هطول ايه، احنا طولنا وطولنا وطولنا يعني. بس كده بقى ايه وصلنا لنهاية الفيديو. يا رب يكون فيديو عجبكم يكون نال اعجابكم. اتمنى بقى ايه تشتركوا معنا في القناة تاني وتالت. وكده فيديو النهاردة خلص، اشوفكم على الف خير، مع السلامة. استنوني في فيديوهات تانية جديدة وروتوينات تانية جديدة. مع الف سلامة.